السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا وطلبتوه مني كتير قوي. ناس كتير جدا سالتني عن تغذيه الفراخ عن طريق الدود او الديدان او دود السبله او كذا نوع من انواع الديدان. النهارده باذن الله هقول لك اذا كان التغذيه على الدود. يعني بصوا، احنا مش هنتكلم في حلال وحرام كتير قوي، لان انا طبعا يعني مش انا اللي اتكلم في الحلال والحرام، يعني مش انا بس. على الاقل يعني هقول لكم مثلا الحاجه اللي انا ممكن اعرفها، يعني او ممكن مثلا يبقى عندي خلفيه او خبره فيها. لكن هتكلم النهارده عن تغذيه الدود للفراخ بطريقه صحيحه وشفافه جدا جدا. اولا كده، بعد غلاء العلف ناس كتير جدا اتجهت لتغذيه الفراخ بالدود. يعتبر ببلاش، مصدر بروتين عالي جدا جدا. الديدان فيها مصدر بروتين بنسبه 40 و50%، يعني عكس العلف. طبعا احنا كلنا متعودين او شغالين بالعلف اللي هو اعلاه او اقصاه، يعني 23%. في اعلاف اعلى من كده 28، وفي 26، في 28%، وفي 25، وفي 24%. لكن احنا بنشتغل او ماشيين كلنا على 23%. لكن تغذيه الفراخ على الديدان دي او الدود ده نسبة البروتين فيه بتوصل لحد 50%، يعني اللي هي نسبة بروتين عالية جدا. يعني ممكن الفراخ بتاعتي اغذيها على الدود خالص من غير اي حاجة. ممكن تغذيها على الديدان خالص من غير اي اضافات عليه، اللي هو تصنعي الديدان عندك او تزرعيها عندك او يعني تربيها عندك زي ما بتقولوا. اربيها ازاي او اصنعها ازاي؟ كلنا عارفين ان الدود او الديدان دي بتيجي من الحاجه، يعني مش عايزه اقول الحاجه القذره وبعدين اقول لكم اكلوها للفراخ. انا مش هقول اكلوها للفراخ، انا هقول لكم فوائدها، وكل واحد حر بقى. من الاول، يعني ازاي يعني الناس بتربي الديدان ازاي في البيت او على السطوح او في حوش او في ارض او في سهل جدا جدا ان الناس تربي الديدان دي اذا كانت من مخلفات الطيور. يعني مخلفات الطيور اللي انتوا شايفين الفراخ اللي قدامكم دي، احنا ممكن ناخد المخلفات بتاعتها ونربي منها دود. بتاخديها وتضيفي عليها نسبة مية في مكان دافي، تغطيها سواء بمشمع او شكارة او اي حاجة، او تلم كل المخلفات بتاعت الطيور ده عندك في شكارة وترشرشيها بشوية مية وتقفلي عليها. تاني يوم هتلاقيها عملت دود بسرعة جدا. يعني بصوا، دي اكتر حاجة بتنتشر يعني. فسهل جدا جدا ان انتوا تطلعوا الدود ده او تصنعوه يعني. طيب، الناس بقى اللي بتغذي عليه الايام دي، يا ترى ده حلال ولا حرام؟ بصوا بقى، في حلال او حرام انتوا ممكن تبحثوا عنها او تسالوا الشيوخ في الموضوع ده. بس انا يعني رايي الشخصي هو مش حرام، تمام؟ لاننا عارفين الحاجه اللي بيبقى فيها نسبه حرمانيه ان احنا ناكل طيورنا او ناكل الحاجه دي، الحاجات اللي هي متسخه او الحاجات زي مخلفات البني ادمين، يعني عزكم الله، او حاجه فيها دم، او دي من اسمها، يعني دي الحاجات دي طبعا بتبقى اسمها الجلاله، اللي هو ما ينفعش ناكل الفراخ بتاعتنا. او الفراخ لو عايشه على الحاجات دي لازم ناخدها ونطهر جسمها من الحاجات دي، اللي هي تقعد 15 يوم اسبوعين تاكل اكل نظيف عشان جسمها يتطهر وينفع احنا ناكلها، ما نشيلش ذنبها او نشيل حرمانيه. لكن في ناس اصلا بتاكل الطيور بتاعتها على التسخات وعلى الحاجات اللي مش نظيفه دي، وبتيجي تاكلها مش عارفه حرمانيتها، لكن بيبقى فيها حرمانيه جامده جدا. اما بقى لو نيجي نرجع كده ونقول الدود، اولا الدود مش ما فيهوش دم، يعني مش حاجه فيها دم. حتى انت عزكم الله، يعني مش عايزه يعني اتكلم اكتر من كده في الموضوع ده. لكن انت لو مسكتي دوده ضربتيها او موتيها مش هتلاقي فيها ولا نقطه دم، مش هتطلع دم خالص يعني. فتقريبا كده هي ما فيهاش حرمانيه خالص، هي مش هيبقى فيها حرمانيه خالص بالمره. طيب، وبرضو اسالوا، يعني الناس اللي حابه تتاكد تسال شيوخ تكون فاهمه، تسال حد يكون فاهم، تسال حد يكون فاهم. لان انا في الدين وفي ما اقدرش افتي فتوى واقول حرام او حلال، لكن انا بتكلم بناء عن معرفتي الشخصيه. طيب، تعالوا بقى نتكلم بالنسبه للدود. فهل هو اصلا ينفع ناكله للطيور؟ عادي جدا. ويا ترى في فايده للطيور؟ ويا ترى هيخلي الفراخ بتاعتي كده تسد مكان العلف؟ هو يسد مكان العلف،
وممكن تاكلي الطيور بتاعتك دود، يتغذى على دود خالص بدون اي اضافات عليه، وهيديكي نتائج عاليه جدا جدا. هيوفر معاكي في الاكل، يعتبر انت بتاكلي ببلاش لانك انت زارعه العلف عندك في البيت، فيعتبر انت تاكلي ببلاش. وهيدي كمان هيزود انتاج البيض عندك لو الفراخ ما بتبيضش، هيزود اللحم عندك لو الفراخ ضعيفه او هزيله او نسبه البروتين عندهم قليله. كل الحاجات دي بيعالجها التغذيه على الدود. تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم في الحاجه المهمه جدا، والحاجه ان انا ليه ما بغذيش الطيور بتاعتي على الدود. ناس كتير جدا، بصوا عايزه اقول لكم من 3 4 شهور فاتوا الناس تعالى لي ما جربتيش الدود لطيورك ليه؟ انت بتربي كميه كبيره جدا، لو جربتي الدود ده هيوفر معاكي كتير جدا. حتى يعني في بعض الاصدقاء يعني مهندسين زراعيين عرضوا عليا الموضوع ده، قالوا لي انت لو اكلتي دود في المزرعه عندك هيوفر عليكي كتير جدا، وخصوصا ان انت بقى عندك كميه سبله كتيره جدا جدا بتخرج من تحت الطيور. يعني عندك كميه سبله بتخرج كتيره جدا بالشكاير، يعني ممكن مثلا الدوره عندي تعدي ال 90 او 100 شكاره من السبله. فيقولوا لي طب انت ما تزرعيها دود. ليه بقى ليه انا ما بشتغلش فيه؟ يعني انا ما بنصحش حد، انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه. اول حاجه كده انا وانا بقول لكم الفيديو او انا بحكي لكم الفيديو دلوقتي، عايزه اقول لكم يعني بصوا عندي جسم مقشعر من الموضوع ده جدا. مجرد ان انا بنطق كلمه دود ببقى عندي اشمئزاز فظيع. يعني بصوا عايزه اقول لكم اكتر حاجه في حياتي او اكتر حاجه في الدنيا دي بحالها بقرف منها كلمه دود دي، بقرف منها جدا جدا. عايزه اقول لكم لدرجه ان انا لما بربي طيور عندي بحافظ جدا جدا ان مفيش نقطه ميه تقع في الارض عشان ما تعمليش حشره في الارض او دوده في الارض. والله العظيم الكلام ده بقى سيبوكوا بقى من العلم ومن الكلام ده كلام شخصي بتكلم فيه معاكم انتوا اخواتي. فانا بعرف من الموضوع ده جدا، ما اقدرش، يعني مستحيل، من رابع المستحيلات ان انا اغذي الطيور بتاعتي على دود، من رابع المستحيلات. عايزه اقول لكم يعني لو العلف رفع والطيور نزلت جدا لدرجه ان انا ممكن ابطل المهنه دي وما اشتغلش فيها ولا اني اربي الطيور بتاعتي على دود. طيب ليه؟ طب ما تربي الطيور اللي انت هتبيعها للناس. ما انا مش قادره، يعني انا مش قادره. الطيور اللي انا هبيعها للناس دي بصوا حاسه ان انا حاجه من رابع المستحيلات ان انا اكل ناس طيور واكله ديدان او دود، من رابع المستحيلات. يعني بصوا اكيد كلنا عارفين بقى المعلومه دي، ان انا لو غذيت الطيور بتاعتي او الفراخ بتاعتي على دود فبالتالي هيبقى نسبه البروتين اللي فيها او اللحم بتاعها اصلا متاسس من الديدان، وده الطبيعي جدا اللي احنا بنشوفه، او ده الطبيعي جدا اللي انت هتشوفيه لما تربي طيورك على دود، فهو اللحم بتاعهم متغذي على الدود. شيء مشمئز. يعني بصوا انا ببقى قرفانه جدا وانا بقول كده. فانا لا اقدر ااكل الناس اللي بتطلب مني طيور متغذيه على ديدان مع انها هتتحلل في جسمهم، بس برضو انا ما اقدرش. تاني حاجه كمان انا ما اقدرش اكل في بيتي او لاولادي. عايزه اقول لكم حتى ده لو حد جاب لي فراخ او طيور مثلا اكله دود وقال لي اذبحيها بس ونضفيها، انا ما اقدرش. دي بقى حاجه بيني وبين نفسي. انما كتغذيه هو نسبه بروتين عاليه جدا، بيزود انتاج البيض، بيزود اللحم، بيرفع المناعه لانه نسبه بروتين داخله في الجسم فبترفع المناعه، فطبيعي جدا. تاني حاجه بقى الناس هتقول لي طب ما تربي، ما تاكلي دود للفراخ اللي بتبيض. انت كده مش هتاكليها. يعني فراخ زي دي مثلا فراخ بياضه، ان انا اكل دود فانا مش هاكل الفراخ دي هتتباع في الاخر. طب ما تاكليها دود. ما انا مش قادره اكل الدود ده لاني هاكل البيضه او هبيع البيضه للناس، فانا ما اقدرش ان انا اكل دود للطيور تماما. ما اقدرش تماما. البيضه دي انا عايزاها تبقى نظيفه جدا. ده انا عايزه اقول لكم ان انا بنزل اعشاب وبعمل لهم وصفات كده. يعني مثلا وصفه ممكن تتعمل على ميه عاديه، انا ما بعملش وصفه على ميه عاديه، انا بعملها على ميه مغليه عشان اغلي الميه مره واثنين وثلاثه واطهرها، والله اقسم بالله. فده اللي انا كنت عايزه اوصله لكم. لكن هي كنسبه بروتين، فنسبه بروتين عاليه جدا جدا. بصوا كتوفير فببلاش، اكل ببلاش.
ما فيهاش كلام، انت بتاكلي ببلاش. عندك حريه شخصيه ان انت ممكن حرمانيه، ما فيش حرمانيه يعني. برضو ابحثوا عن حكايه الحرام والحلال ده تاني، ما تاخدوهاش مني انا، لان انا مش انا اللي اقول حرام او حلال. ابحثوا عليها مره واثنين وثلاثه. لكن كغذاء فهو غذاء كويس. في ناس كتير جدا جدا بتغذي على الدود من سنين يعني. بس ده كان رأيي الشخصي او كان كلامي في الموضوع ده. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويا رب اكون فدتكم افاده تامه في الموضوع ده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.